السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة درس رقم 15 من كورس البراكتيكال أوديت. هنتكلم النهاردة عن الأوقات اللي إحنا بنراجع فيها، إمتى بنروح الشركة ونراجع. في 4 أوقات عندنا. أول حاجة انترم، بنراجع بشكل انترم، وعندنا بشكل كورتر، وعندنا فاينل. دي الأوقات اللي إحنا بنراجع فيها، وعندنا هارد كلوز. من الواضح جدا إن أنت ممكن تكون عارف إيه هو الفاينل. يعني بنراجع في آخر السنة، يعني 31/12، يوم 31/12. طبعا مش 31/12/2000 مثلا و15، لا، مش يعني مش في اليوم دوت، لكن بنراجع بعدها ب3 4 شهور، لكن اسمها لحد الفاين ده في آخر السنة بنراجع يعني بنراجع لحد آخر السنة دي. الانترم لا، الانترم ده بنراجع فيه امتى؟ يعني بنراجع مثلا فترة معينة، مثلا 6 شهور، أول 6 شهور أو أول 9 شهور. خلينا في أول 9 شهور. طب بنراجع إيه في الانترم؟ بنراجع قوائم الدخل، income statement. ما براجعش انا في الانترم، ما براجعش بالانس شيت. يبقى لو قلت لك ان انا براجع بالانس شيت في الانكم في الانترم، يبقى الكلام ده غلط. ما ينفعش نراجع بالانس شيت في الانكم. ليه؟ علشان ممكن اجي اخر انا بقوم بعمل الانترم ده عشان اسهل على نفسي في اخر السنه. براجع الانكم ستمنت، الريفينيو والاكسبنس. طبعا مفيش حد هيجي يقول لك الريفينيو دوت ما اتحققش او رجعناه او الكلام ده كله. يعني حتى لو في مرتجع ريفينيو بيتكتب حساب جديد في الريفينيو، لكن الريفينيو نفسه ما ينفعش حد يقول لك ريفينيو ممكن يحصل في حاجه. او الاكسبنس ممكن برضو نفس الكلام، يقول لك احنا صرفناه وبعدين صرفناه واتقفل تاني، والكلام ده بيبقى قليل. يعني الحاجات دي بتبقى قليله عشان في الانكم ستمنت، فبنراجع لحد 9 شهور الانكم ستمنت بس. بنشوف كل الاكسبنس وكل الحاجه لحد 9 شهور. لما نيجي بقى في شهر 12 في نعمل في الفاينل، بنقوم راجعين ال3 شهور اللي فاضلين اللي هو في الانكم ستمنت، وبنراجع بقى البالانس شيت كلها. ليه؟ طبعا البالانس شيت قلنا فيه مثلا مدينين وفي عملاء، او مدينون وعملاء، او مدينون، وفي عندنا دائنون. طب ما ممكن لو انا اقعد اراجع في البالانس شيت رقم يكون دائن، والراجل في خلال ال3 شهور الاخر دلوقتي يكون دافع خلاص. اقعد بقى انا راجعت وكل الشغل اللي انا عملته في الدائنون وراجعته، والمدينون وراجعته، خلاص خلص واتقفل. طب انا يبقى انا فايدتي ايه اللي انا عملته؟ ما عملتش حاجه. يبقى انا هو اصلا خلاص الراجل دفع، يعني الراجل دفع، او انا دفعت للراجل وات ايفر، او انا دفعت للمورد يعني، او انا حصلت من العميل. فبالتالي اللي انا رجعته ده ملوش اي لازمه. فانا بشوف الحسابات الانكم ستمنت بس دوت في الكلام ده في الانترم. الكورتر هنا كل كورتر زي الفاينل بالظبط. الكورتر عامل زي الفاينل بالظبط. براجع كاني براجع فاينل. هو الشركه بتقول لك طلع لي ميزانيه كل 3 شهور، فهنا دوت بنراجعه عامل زي الفاينل بالظبط. الهارد كلوز دوت انا بقوم عامل ايه؟ باجي على شهر 11، مش 31/12، لا، بقوم جاي على 30/11 2015، اقوم عامل مراجع انكم ستيتمنت، اقوم مراجع انكم ستيتمنت، واقوم مراجع فاينانشال بوزيشن او بالانس شيت. براجع انكم ستيتمنت وبراجع بالانس شيت. طب ايه الفرق ما بينهم وبين الفرق؟ طب ليه انا ما عملتش 31/12؟ عشان في شركات تقول لك لا، ده احنا عايزين حاجه مجمعه. يقول لك انا عايز ميزانيه مجمعه يوم 5 أو 6/1. طب و2015 ليه انا عايزها؟ ليه بالسرعه ديت؟ يقول لك انا ليه؟ يقول لك انا عايزها عشان خاطر في عندي ديت شركه مثلا، تكون شركه سبسيدري لشركه فين؟ تكون شركه بره في بلد تانية. فتقول لك انا عايز الشركه ديت طلبت مني ان انا اعمل لها، ابعت لها الميزانيه يوم 6/1. فبالتالي انت بتراجع كانك فاينل خالص في 30/11، وتيجي في اخر وفي اول واحد تقوم راجع الشهر اللي فاضل اللي هو شهر 12 دوت بشكل سريع، وتقوم مسلمهم الميزانيه بتاعتهم في يوم 6/1 علشان يبعتوها للناس ديت بتبقى دايما في شركات الميديا. دايما بيعمل الكلام ده في شركات الميديا. يبقى احنا عرفنا ايه هو الهارد كلوز، بنعمله امتى؟ بيبقى تقريبا في 30/11 او ممكن في 10، ونفحص الشهرين في الاخر، قبل في اول واحد، يعني نروح لهم يوم 1/1 ونخلص في 5/1. وفي فاينل، عرفنا الفاينل ايه هو، وعرفنا الكورتر اللي انت عامل زي الفاينل بتقدم ميزانيه كل 3 شهور. والانترم قلنا بنراجع فيه انكم ستمنت، ما بنراجعش فيه بنود ميزانيه، لان بنود الميزانيه ممكن تتغير بشكل سريع خلال ال3 شهور دولت. ممكن يبقى راجعنا حاجه ملهاش اي قيمه في الاخر خالص. يبقى هنا ما بنراجعش بالانس شيت في الانترم. وده حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعرفها، ان هو ايه هي الخطوات اللي احنا بنتبعها في لما نيجي نفحص او لما نيجي نعمل في ايه، امتى الاوقات اللي بنبدا نعمل فيها. عشان كده دايما الشركات بتعمل في الفاينل، يقول لك دوت السيزون، من شهر 1 او من شهر 11 لحد شهر 4. بنخلص معظم الشركات بنعمل لها فاينل في الوقت دوت. لكن في شركات زي ما قلنا عايز هارد كلوز، هيبقى دوت اسمه 6/1. بنعمل هارد كلوز يوم
30/11 ونخلص ميزانيتنا خالص، نراجعها كلها ونظبطها، ويوم 1/1 بنروح لهم عشان نسلمهم الميزانية بقى كاملة يوم 6/1 عشان يبعتوها للشركة الأم اللي بره. بكده نكون خلصنا الجزء ده. أشوفكم إن شاء الله في الجزء اللي بعد كده.